ما تجيبك نسأل عنك طيب شويه طيب. في ايه يا بيه؟ مش عارف بصراحه يعني، انت ازاي بنت بواب؟ انت المفروض تبقي بنت ملك. مالهم بنات البوابين يا بيه؟ بس انت قمر كده ما مش يشبهوش لايق. يعني يا استاذ علي؟ لا انت قمر، مش لايق عليك الشغلانه دي خالص. شكرا على ذوقك. ممكن مقش عشان اشوف شغلي؟ حاضر اتفضلي. بس انت بتكنسي حلوه قوي. طب من كده نضفي الحته دي. حاضر، بس اتفضل خش اوضتك. وانا انت كنت عاوز حاجه يعني؟ انا جيت اشوفك انت عايزه حاجه، محتاجه حاجه كده يعني. لا شكرا على ذوقك، خيرك مغرقنا. الله يخليك الله يخليك. هو انت كام سنه؟ استغفر الله العظيم. ليه يعني بتسال ليه؟ عادي بسالك عادي. انت مالك كده مش مديني وش؟ بصي لي كده وكلميني. اصل انا يا بيه هبص لك ليه؟ يعني انا جايه دلوقتي اخلص اللي ورايا، فانت جاي عمال تتكلم معايا كتير. بصراحه يعني قلنا نتعرف على بعض شويه. هو ايه ده يا بيه؟ ايه اللي انت بتعمله والقله الادب اللي انت بتعملها دي؟ هو انت بقى جايبني هنا عشان اللي انت بقى تتحرش بيا؟ يا استاذه تمام. يا استاذه ايه اللي اتحرش بيكي دي؟ عيب عيب. انا بس عايزين نتعرف على بعض، ناخد وندي مع بعض في الكلام. واتعرف عليك ليه؟ بصراحة. انت راجل متجوز. بصراحه كده انا معجب بيكي بصراحه. لا والله متشكرين. وبصراحه انا اللي طلعت في دماغ مراتي ان انت تيجي تنضفي الشقه. يعني هي الست تثق فيك وجايبه يعني جايباني هنا تقوم انت تجيبها؟ انا كنت فاهمه ان انت جايبني هنا عشان تريحها اللي هو في الشغل البيت، لكن انت بصراحه نيتك مش محترمه ومش كويسه. انت ازاي تكلميني كده؟ امال اكلمك ازاي؟ انت اللي وصلتني ان انا اكلمك كده، وعن اذنك. فعلا هنعمل لهم ايه؟ ما هينسوا نفسهم ولا ايه؟ يلا كنسي. والله العظيم انت فعلا بجح. والله حسبي الله ونعم الوكيل. اخص عليك يا علي، بقى انت جايب بنت الراجل الغلبان عشان تعمل معاه كده؟ طب على الاقل راعي الولد اللي في بطني اللي احنا لسه ما شفناهوش. ماشي يا علي، والله العظيم ما انا قاعده لك في البيت، والله ما انا قاعده لك في البيت.